على من يجب الصيام؟ قال لك يجب على المسلم، فالكافر لا يجب عليه الصيام. وده مسألة يعني أصولية مختلف فيها، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ ولا يجب على المجنون، فشرط من شروط الصيام العقل. طب مجنون خلاص غير مكلف، مش عارف هو ايه اصلا الدنيا اللي حواليه، ولا يعرف رمضان ولا شعبان. الشرط الثالث البلوغ، ان الولد يكون بلغ او البنت بلغت. البلوغ له علامات يا اخوانا، زي البلوغ له علامات، منها الاحتلام، او شعر العانة، انبات شعر العانة، او بلوغ 16 سنة. اي واحدة تظهر اولا بالنسبة للبنت ضيف لها الحيض، اي واحدة من دول تظهر اولا تكون علامة على البلوغ. الولد الصغير اللي هو في اولى ابتدائي، اللي عنده 6 سنين او 7 سنين في تانية ابتدائي او 8 سنين، ابدأ عود ولدك على الصيام اول ما يقدر على الصيام، وشجعه وحفزه، ويأخذ الاجر بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون في دربة وتعود له. ويصح صوم الولد الغير بالغ، بشرط انه ما يكون ركن الصيام ايه؟ ينوي. قول له يا ابني انت ناوي تصوم رمضان لله، بس خلاص هو ناوي، فهمه بس ان انت ناوي تصوم لله، خلاص يبقى هو ناوي انه يصوم لله، وامسك عن الطعام والشراب، وخلاص صحت الايه الامور ولله الحمد. شرط رابع الصحيح، يعني المريض لا يجب عليه الصيام. طب افرض واحد عنده المرض طبعا له ضابط، مش اي مرض يحل الفطر. يعني افرض واحد مريض عنده دور برد، دور البرد يستدعي انك دور انفلونزا خفيف، ما يستدعيش انك تفطر. واحد عنده كسر في يده، اسال الله ان يسلمكم جميعا من كل سوء وشر، ايه دخل الكسر اللي في الايد بالصيام؟ انما الصيام الذي اذا صمت المرض يشتد عليك، او لا تستطيع ان تصوم بسبب المرض، يبقى حاجتين. لو انت صمت المرض هيزيد عليك، افطر، واجب عليك انك تفطر. واللي يفتيك بدي مش انا، الطبيب هو اللي يعرف لو انت صمت ويضرك الصيام ولا لا. يبقى انت لو مريض استفتي الطبيب الاول، قول له يا دكتور ينفع اصوم ولا لا، هيقول لك. يعني انت ممكن بتاخد علاج الظهر، ممكن يقول لك اخروا الفطار، ينفع. ولا ممكن يقول لك لا ما ينفعش يتاخر، لو اتاخر يبقى انت كده تتعب بزياده. فالطبيب هو اللي يفتيك في مرضك، تفطر ولا لا. تاني حاجه ان المرض اصلا انت مش قادر تصوم. واحد المرض اصلا ما يقدرش، مش محتاجه طبيب دي، يبقى في مرض يمنعك اصلا من الصيام، ده لازم تفطر اجباري. وفي مرض لو انت صمت هتتعب بزياده، برضه لازم تصوم، الصح انك تصوم. الدليل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شرط خامس على من يجب الصيام المقيم، يبقى المسافر لا يجب عليه الصيام. المرأة انك تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلو هي حائض او نفساء فلا يصح صومها، ولا يجب، يعني لا يجب ولا يصح، ولو صامت تأثم. المرأة الحائض لو صامت تأثم، حرام عليها. طيب